السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ في الفيديو دوت هنتكلم على الريندر سيت اب الفاينل. ايه الحاجات الاساسية اللي المفروض ان انا احطها في اعتباري وانا بعمل ريندر سيت اب فاينل. في الريندر سيت اب اول ما بدخل عليه في الفي اي، اول جزء اللي هو الكومن، والكومن دوت اللي بيحدد لك ايه البروبورشنز اللي المفروض ان انت تظبطها للقطة بتاعتك. كل واحد على حسب اللقطة اللي هو عايز ياخدها وعلى حسب اللي هو عايز يبينه في اللقطة. ده مرحلة بنبدأ ان احنا نعملها واحنا بناخد اللقطة اصلا. انا ببدأ احدد انا عايز البروبورشن، يعني المقاسات، الطول بالنسبة للعرض عامل ازاي. يعني انا هنا مثلا في اللقطة ديت لو جيت زودت الهايت شوية، فهتلاقي ان انا بيظهر اكتر قيمة للسقف وللارضية. طبعا انا عامل كلابنج هنا، الكلام ده بنشرحه في الكورس. انا عامل كلابنج هنا علشان يبقى واخد او يبقى ظاهر بس الجزء اللي موجود عندي اللي انا عايز اخد اللقطة فيه. فانا هقرب وهنزل الهايت شوية علشان اخد اللقطة بتاعتي بالعرض شوية. يبقى كده انا قربت وقدرت اخد اكبر مساحة اقدر ان انا اشوفها. في لقطات تانية بحتاج ان انا اغير البروبورشنز ديت بحيث ان انا اخد لقطه بالطول او لقطه بالعرض. كل دوت ببدا ان انا اظبطه من هنا. طب ايه افضل بروبورشن؟ مفيش حاجه اسمها افضل بروبورشن. البروبورشن اللي تديك لقطه انت مظبوطه بالنسبه لك هي دي افضل بروبورشن بالنسبه لك. طيب هل في حاجات ثابته انا عايز احط ده او اطبع دوت الصوره دي هطبعها على A4؟ هعمل ايه؟ هروح لريندرنج حاجه اسمها print size assistant. print size assistant، ولما بروح على print size assistant هتلاقوا هنا البيبرز نفسها. انا مثلا عايز A نود A1 A3 A4. يفضل دايما ان انت ما تقلش عن البروبورشنز بتاعت ال A4 او الريزولوشن بتاع ال A4. طيب في هنا حاجه اسمها DPI اللي هي دوت بير انش، دي في الطباعه 200 فيها كويس ما فيهاش مشكله. فانا بالنسبه لي الريزولوشن ده اللي هو الضلع الصغير فيه يوصل ل 1500 مثلا، ده ريزولوشن كويس للريندر فاينل او كويس لاصغر حاجه في الريندر فاينل. ما تقلش عن كده في الريندر فاينل، لكن ممكن تزيد زي ما انت عايز. لو انت هتطبع مثلا على حاجه كبيره، بانر كبير هيتعلق في الشارع، فانت محتاج انك تحدد البروبورشن والمقاسات بتاعه البانر. فهتروح من هنا لكاستم وتقول له انا عايز العرض بتاع الصوره قد ايه والهايت بتاع الصوره قد ايه. الكلام دوت اليونت بتاعتك هنا بالملي. فمجرد ما بنحدد الكلام ده هيدينا هو البروبورشنز او البروبورشنز كبكسلز. هنا بتروح للريندر سيت اب تلاقيها اوتوماتيكلي اتنقلت في الريندر سيت اب هنا مظبوطه والدنيا تمام. لو انا عايز اعلي بقى او اقلل بقفل اللوك ده وابدا ان انا اعلي او اقلل البروبورشن. يعني قلت له هنا 200 500 5000 مش هتفرق، لان انا بالنسبه لي ثبت البروبورشن عن طريق ان انا قفلت القفل ده. ده كده بصوره سريعه ازاي ان انت تظبط اللقطه بتاعتك كلقطه كبروبورشن. طب ايه بقيه البارامترز اللي موجوده عندي في الريندر سيت اب اللي ممكن ان انا اظبطها في الفاينل ريندر؟ باختصار جدا، انت لو هترندر بروجريسيف فانت مش محتاج ان انت تظبط حاجه هنا. انت هتخلي بس ريندر تايم 0 وتسيبه لحد ما توصل للبارامترز اللي انت عايزها. في الجي اي محتاج ان انا اخليه الريديانس ماب علشان يبقى ادق واسرع في الريندر. صحيح ممكن البروت فورس يبقى ادق شويه بس هياخد وقت كبير في الريندر بتاعي بالنسبه للريديانس ماب. طيب انا هختار الريديانس ماب وهجيب دي هخليها في الريندر الفاينل ميديوم. ممكن ان انت تخليها لو ما عندكش تفاصيل كتير، او هاي لو عندك تفاصيل كتير. لو عندك زخارف وحاجات كتير محتاج ان تخليها هاي خليها هاي. طيب دي كمان بتاثر في ايه؟ بتاثر لو انت ما عندكش سورسز لايت رئيسيه في السين فمحتاج ان انت تخليها هاي. يبقى حاجتين، يا اما محتاج عندك تفاصيل كتير فمحتاج ان يتحسب لها الريديانس ماب كتير، او ان انت عندك عدد لايتس كبيره. كل الحاجات ديت بنشرحها بالتفصيل في الادفانسد في راي. فلكن جنرالي دلوقتي اعرف انت ان البروبورشن لو انت خليتها ميديوم هتبقى حاجه رينج وسط تقدر ان انت تعتمد عليه في كل اللقطات. اللايت كاش بقى على حسب عدد اللايتس اللي موجوده عندك، كل ما اللايتس تزيد زود الرقم ده. فخلي دوت 1500 ده الرينج البدايه بتاعتك. ولو انت عندك عدد لايتس اكتر من 20 لايت تزود الرقم ده شويه لحد 2500. ده كده باختصار الحاجات اللي موجوده عندك. طبعا هتروح للريندر اليمنتس وتضيف الريندر اليمنتس اللي انت عايزها او اللي انت هتستخدمها في اللقطه بتاعتك وتبدا ان انت تعمل ريندر فاينل للقطه.
اتمنى يكون الدرس دوت مفيد ليكم، علشان ده سؤال من احد الشباب اللي سالني على ايه هي البارامترز بتاعت الفاينل ريندر، مع اني اتكلمت قبل كده في فيديو هيطلع لكم على الصفحه هنا ازاي ان البارامترز بتاعت الفاينل ريندر دي ما هي الا بتبقى الهدف منها انها تطلع الديفينيشن الصوره، وان الاهم من الكلام دوت اللايتنج والماتيريال واللقطه نفسها والموديلنج اللي موجود اللي هم بنقول عليهم فريمنج لايتنج ماتيريال. شوفوا الفيديو دوت لو ما كنتش شفته، اللي هو اسمه فخ اعدادات الريندر. بالتوفيق ليكم يا جماعه.